اهلا بيكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد وريفيو جديد في عالم ياسمين. والنهارده جايه بحاجه جديده انا بقى بتسأل عليها كتير، حاجه للجمال والسحر. جايه النهارده اعمل معاكم ريفيو على الهوت كوتيور او الهوت كوتور زي ما بتتنطق، يعني سيبكم من المسميات. الجيفنجي اللاين اللي انا بعشقه جدا جدا جدا. تعالوا بقى نخش على مكونات البرفيوم بتاع النهارده وبعدين نرجع لكم تاني. هوت كوتيور جيفنجي. نوتة البرفان هو فاكهي، حلو، خشبي، أروماتيك، زهري، عنبر، خشب الصندل، ومسك وتوت. العطر ده بيقدم حضورك بصمت ويقول للآخرين أنا هنا، أنا حضرت. عطر أعشق مكوناته التي أبدع فيها جيفنجي، بشم فيها ليالي الشرق الجميلة. عطر من ألف ليلة وليلة، عطر يكسر كل قواعد العطور النسائية لامرأة مختلفة تطلق العنان لما هو خلف الآفاق، تكسر كل الحدود وتتخطى كل قواعد الطبيعة نحو قمة الإبداع والجمال والسحر والروعة الغير مألوفة ولا ملحوقة. قد يختلف عليه الناس، ولكن بالآخر هو ساحر وجذاب. عطر لا تنساه من تشمه، ولا تنسى من تشم عليها. قد يضعك في حكاية من حكايات شهرزاد لمولاها شهريار، حيث السحر والدلال. أنصح بيه وبشدة. طيب، بعد ما شفنا مكونات الهوت كوتيور، انا عايزه برضو يعني اتكلم في شويه تفاصيل كده، اتعمق في الجيفنجي. انا زي ما قلت لكم وبقولها مرارا وتكرارا، انا بعشق الجيفنجي. الراجل ده للمره المليون بيتفنن في كل تفاصيل البرفيوم من الالف للياء. يعني انتوا شايفين برضو شكل ازازة الهوت كوتور او الهوت كوتور المميز جدا. شايفين شكلها؟ تحسوا ان في اميرة كده بالزي الملكي، واقفة في الازازة كده بشموخ، ملكات، اميرات، حاجة كده يعني. طب تعالوا بقى نشم الهوت كوتور معايا. ما علينا، هو جه في مناخيري جدا يعني. بس البارفان ده انا اول ما جبته حسيت ان هو طبعا بقى عشان احنا بنحب الحاجات اللي هي الصارخة قوي اللي بتبان، ما احنا مش هندفع فلوس في حاجة كده والسلام. فانا حسيت ان هو هادي جدا وخسارة في الفلوس. ودايما انا اتعلمت ان انا محكمش على البرفيوم اللي انا بستعمله من اولها، لان لا، لازم ايه، انا ادي للموضوع وقته شوية. افهم البرفان، ما هو ده لازم يتفهم. هو مش يعني هو نوتة ودنيا وتجارب وحصيلة خبرات، ومش خبرات عادية. ده الديزاينر ده قعد سنين مرورا بكذا اصدار من روائع الجيفنجي. فانا كنت حاسه في الاول ان هو هادي جدا، وحاجه كده مش جديره ان الواحد تبقى عنده يعني. ولكن انا بعد كده حسيت ان هو حاجه انا مش برش منه غير زي ما بيقولوا كده بالبلدي للشديد القوي. يعني حاجه قليله كده خالص، اللي هو اعيش في جو الهوت كوتيور شويه. عايزه اقول لكم ان هو من الحاجات اللي هي ايه، اللي هي فيها سحر، اللي هي فيها دلال. وانا لازم غير مكوناته بقى الفروتي والمسك والعنبر وفي في حاجات كتير وزهريه، وفي حاجات كميه نوتة غنيه بطريقه مش طبيعيه. ال الاحساس بقى او انا اول ما شميته حسيت ان هو هادي. لا، ده هو مش هادي، ده هو ده السحر. سحر بطريقه تجذبك يعني.
عطر زي ما احنا قلنا بيثبت حضورك، بيبقى ليك يعني ريحة كده مميزة ما بتتشمش على حد تاني. مش اي حد يحب او يحط ده ويتنسي، مش هيتنسي بسهولة. طبعا انا بنصح بيه وبشدة البنات اللي دايما يسألوا نجيب ايه في الفرح، نشيل ايه، نعمل ايه. لا، ده طبعا انا انصح بيه وبشدة. عايزة اقول لكم كمان ان البرفان ده بجد انا بشبهه بالمسلسل بتاع زمان، جيل التمانينات بقى اللي زي حالاتي كده، ألف ليلة وليلة ونجلاء فتحي، شهرزاد وحسين فهمي، شهريار. لما نجلاء فتحي كانت محتارة ازاي تأسر شهريار كل ليلة وما يقطعش رقبتها، وزي ما تكون بقى مغناطيس سحر. يعني طبعا سحر منتهى الرقة فيه يعني والنعومة. فأنا بشبهه جدا 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 بشهرزاد ومولاي. وقدرت ان هي تعيش مع شهريار أطول فترة ممكنة من ثقافتها. فهو ده برضو يعني أنا عايزة أقول لكم بقى مضمون الكلام ده، إن برضو ما هو ده حصيلة تجارب، حصيلة نوتات عملها بحب. انا قلت لكم ان الجيفانجي هو عمل اصدارات كتيرة جدا، منها اللانتردي اللي هو كان مانع اي حد يحطه غير حبيبته، لحد ما حبيبته هي اللي قالت خلاص بقى نخلي الكل يستمتع باللانتردي. طبعا بقى اللانتردي اللي ازازته شفافه، وهعمل لكم ان شاء الله عليها ريفيو، والاسود منها والحمراء، حاجات كده تسحر. فطبعا دي حصيله خبره وعصاره نوته معموله بحب، ممزوجه بحب. لكم ان تتخيلوا النوته دي هتطلع ايه. هتطلع حاجه سحر، جمال، حاجه. اتمنى بجد ان اي عروسة ما تتنزلش انها لازم 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 الهوت كوتيور لازم يبقى ضمن المجموعة اللي هي هتشيلها في فرحها ان شاء الله. اتمنى تجربوه جدا وبشدة وبلح كمان. وان شاء الله اقابلكم في فيديو جديد وريفيو جديد. وعالم ياسمين، باي باي.